الرباط كتبقى من اكثر المدن اللي منتشر فيهم اكل الشارع بشكل كبير، لذلك قررنا نديرو الجزء الثالث. غادي نبداو بواحد من اشهر الساندويتشات في المغرب، بوكاديو ستون عند با امين في الكزا. الثمن ديالو 10 دراهم، ونلقاو جودة الاكل 10 على 10. من بعد غادي نمشيو عند با عبد الرحيم، نجربوا مره اخرى زعزع البلدي. هاد المره غادي يصدمني وغادي يزيد عليه البروتين، كيعمر لك هاد البواط ب 20 درهم، كيزيد عليها سكوبات البروتين كيبقى اختياري مع الرايب والديسير، وضرب لي على البواط كيعامره. حداه غادي نجربوا اشهر اكله في الرباط اللي هي هبريشه، مكونه من شويه لادانت معها الروز والفطله والشحمه. قول لي يدير لك شي خبزه ب 7 دراهم وضرب لي با. من بعد غادي نمشيو لسناك حمزه، البطاطا العجيبه فيها شاورما مع بزاف المكونات. زدنا حتى كنافه اللي كانت اول مره غادي تصاوب في هاد السناك، صراحه زوينه بزاف وتستاهل جربها. من بعد غادي نزيدو واحد من افضل الوجبات اللي كنفضلها شخصيا، واللي هي سالاد. غير هادي انت كتصاوبها على ذوقك. هز ليا با الطبسيل وعمار ليا مع راسك. كان معكم هشام فحصي، تهلاو.